السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى عاملين أكلة بتبقى شيك قوي 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 على العزومات، وبتبقى مميزة جدا، وساعات حتى الناس بتطلبها بالاسم، يعني من كتر جمالها ومن كتر طعامتها بجد. وفي ناس كتير جدا جدا بتستصعبها وبتحس ان هي غلبة، ولكن معانا النهارده هتبقي أستاذة في الممبار المحشي. اول حاجه معايا الممبار، طبعا مغسول ومتنضف ومتعاد عليه اكتر من مره تنظيف، وبقى زي الفل ابيض زي ما انتوا شايفينه كده. ومعايا حوالي مثلا كيلو من الطماطم، نص كيلو من البصل، ومعايا معلقه كبيره من الملح، نص معلقه كبيره من الفلفل، نص معلقه كبيره من الكمون، نص معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ونص معلقه كبيره من توابل مشكله او السبع بهارات. تمام، هي دي التوابل الأساسية بتاعتنا للمحشي يعني، أو الممبار عامة. تمام، وطبعا ما تنسوش الخضرة والرز. أول حاجة بجيب حلة على النار، أحط فيها معلقتين كده كبار مليانين من السمنة البلدي، وأبدأ أنزل أول حاجة بالبصل. هبدأ احط البصل في الحلة وهبدأ اقلب تقليب مستمر، علشان انا مش عايزاه يتلسع او ان هو ياخد لون. لا، انا عايزه ان هو بس يبدأ يدخل في الدبلان، مجرد بس ان هو يبدأ ياخد دبلان سنة بسيطة كده. هنبدأ ان احنا نكمل بقية الخطوات معانا. فدي كده اول مرحلة معانا في تسوية الصلصة بتاعة المحشي او بتاعة الممبار ان جنرال، يعني في العموم. هنا احنا هنا كده خلاص وصلنا للمرحله التمام قوي في اللون البصل او الدبلان بتاع البصل. هبدا ان انا افرم الطماطم بتاعتي كلها في الكبه، وباخدها بالقشر بتاعتها. يا حبايب قلبي مش بتتصفى الصلصه بتاعه الممبار او بتاعه المحاشي، مش بتتصفى من القشور بتاعتها ولا الكلام ده. بناخدها زي ما هي بقشورها بكل حاجه. وطبعا هنبدا ان احنا ننزل بالصلصه على البصل ونديهم تقليبه مع السمنه البلدي، وهنغطي وهنوطي ونسيبهم على جنب لحد ما تبدا تدخل في السوى. مجرد ما تستوي هنبدأ بقى ان احنا نحط كل التوابل والبهارات بتاعتنا. وخلاص على كده احنا كده غطيناها وسبناها شوية، هي خلاص كده دخلت في التسبيك. هبدأ ان انا انزل بالبهارات بتاعتي، وهي تاني معلقة كبيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من البهارات المشكلة او السبع بهارات زي ما تحبي يعني. وبنديهم تقليبه بعد ما الصلصه خلاص اوريدي اتسبكت. هنبدا ان احنا خلاص كده هنغطي وهنسيبها على جنب تهدى مع نفسها. اول ما تهدى هنجيب بقى الرز بتاعنا وننقعه. تمام، حوالي 3 كوبايات او 4 كوبايات من الرز المغسول من غير نقع، سوري من غير نقع، احنا بنغسله بس مش بننقعه عشان ما يتهريش. وبعد كده بنجيب بقى الخضره ونحط كل المكونات دي على الصلصه على كله على بعضه. وبعد كده نبدا نجيب الممبار. شايفين طريقه الحشو؟ طريقه الحشو دي سهله جدا جدا جدا. ولا بقى تقولي لي معلقه ولا حد يمسك قدامك ولا اي حاجه، انت بصبعينك كده بتفتحي الممبرايه وتبداي بالصوابع التانية، تبداي ان انت تدخلي فيها كانك بتحشي كده بالثلاث صوابع التانيين. بيتحشي بمنتهى السهوله ما شاء الله. وطبعا لازم الممبار ما يكونش يعني على اخره رز، يعني لازم يكون كميه الرز مهويه من جواه شويه. هنا تاني اهو احنا بنفتح بق الممبرايه كده، طبعا بنقطعه حتت حتت ونفتح القطعه ونبدا ان احنا بايدينا التانية نحشي ونعبي الممبار اهي. نحط كده الكميه وبعد كده نفرده بايدينا، لازم يكون متبطط تحسوه كانه مفرغ كده. مره كمان بنفتح الممبرايه بصباعنا كده السبابه، وبعد كده بقيه الصوابع بنبدا ان احنا نحشي الرز بالشكل ده. بيبقى اسهل طريقه وهتبقي استاذه فيها، وهتخلصي 2 كيلو ممبار حشو بجد من غير ولا اي وقت خالص، يعني ماشي. في دقيقتين هتلاقي نفسك مخلصه خالص الحشو الممبار كله، ولا بقى معلقه ولا اي حاجه. احنا هنا في نص الكميه كده ببدا ان انا احضر حله كبيره على النار، احط فيها معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من الحبهان البودر، معلقه من الملح او معلقتين من الملح، وكمان نحط ورق لورا. كل دي منكهات حلوه جدا. حطي بصلايه، حطي طماطمايه، عندك جزر حطي. البهارات دي هي اللي بتدي ريحه حلوه قوي قوي للممبار كده من بره، وبتخلي فعلا نكهه الممبار بتكون حلوه جدا، وبيشيل منه اي زفاره ممكن تتخيلي ان هي تبقى موجوده اصلا. تمام.
ده كده كمية الممبار خلاص كلها اتحشت معانا. تاني بنجيب المية ونحط فيها معلقة من الحبهان البودر، ورق لورا، ملح، فلفل، كمون، كزبرة، ماشي. ونحط طماطم، وتحطي مثلا بصل، وتحطي كمان جزر لو عندك. كل ده بينقل الخلطة او الشوربة بتاعت الممبار في حتة تانية خالص، لان في ناس كتير بتحب تشرب الشوربة، ولكن احنا يعني مش من هواة شوربة الممبار يعني، ولكن في ناس كتير بتشربها. تمام. فظبطيها ونكيها كويس عشان تقدري ان انتي تاخدي احلى ممبار يعني. شوفوا انا بس انا بوريكم ان الميه خلاص غليت. اول ما الميه ما بتغلي ما ينفعش ابدا تسقطي الممبار او تحطي الممبار في الميه وهي لسه ما غليتش، لازم تقطع نفسها كده، تهري نفسها من الغليان، عشان اول ما تنزلي الممبار الغليان ده بيهدى شويه وبيبدا ان هو يقفل وياخد المنظر بتاعه. تمام. فلازم علشان ما تطلعيهوش عجين في الاخر كده، لازم الميه بتاعت الممبار بتاعت السلق تكون بتغلي كويس جدا جدا، وتبداي ان انت تنزلي الممبار شويه بشويه، وعلى نفس النار العاليه هنغطي وهنسيبه عالي لحد ما يرجع تاني للغليان. يعني مش هينفع نوطي دلوقتي وهو لسه مغليش. هو شوفوا الغليان دلوقتي واقف. احنا كده دلوقتي هنغطي وهنسيبه على نار عالية عادي. اول ما يبدأ في الغليان زي كده بالظبط، اول ما يبدأ ان هو يغلي تاني، هنبدأ ان احنا نوطي عليه ونديله تقليبة ونسيبه. تمام. نسيبه على نار هادية لمدة ساعة. هنسيبه لمدة ساعة ولكن يعني هنوطي النار بس مع شرط استمرار الغليان. مع استمرار الغليان لازم الغليان يكون شغال وانتي موطية، يكون فيه شوية غليان. اوعي الغليان يفصل منك علشان الممبار ما يفرقعش. ياخد ساعة مش اقل من ساعة. هيكون طالع معاكي مستوي جدا والرز تحفة جدا وخلاص. تمام. هتلاقوا كله بقى ايه، اخد الشكل بتاعه كله، قفل كده من الاطراف بتاعته. هنبدأ بقى ان احنا ماسك كده او مثلا بصفاية بتاعة الزيت دي او اي حاجة يعني، تقدري انتي تطلعي عليها او تاخدي بالكبشة وتطلعي مرة واحدة كده في اي طبق جنبك او اي حاجة، لحد بس ما يبرد ويستهدى. احنا هنا الممبار بتاعنا احنا كنا هناخد منه جزء صغير بس، هوريهولكم في التصوير وان هو يعني بيطلع عامل ازاي بعد التحمير، والباقي كله انا عاملاه عشان التفريز. يعني الممبار ده ان شاء الله انا هخزنه هفرزه. وطبعا معانا الممبار بيقعد في الفريزر ممكن لمدة اسبوع او اسبوعين عادي جدا، وتطلعيه وتبدأي ان انتي تحمريه في الزيت على طول. بيبقى حلو جدا جدا، والرز ما بيعجنش ولا بيتكسر جواه، وبيبقى تحفة جدا، ولكن مش اكتر من اسبوعين في الفريزر. تمام كده. ده كده شكل الممبار بعد ما طلعته وسبته يهدى خالص خالص خالص. بيبدأ ان هو من الهوا بس ياخد اللون ده. ولكن انا في المرحلة دي طالما هو بارد تماما كده، اقدر ان انا اقسمه مثلا في اطباق فل او في اكياس او في اي حاجة، وافرزه في الفريزر، واطلعه وقت قبل الاكل مثلا بنص ساعه ولا حاجه، وابدا ان انا احمر على طول. بيطلع معايا احلى ممبار كانه لسه طازه وفريش جدا. هنا بحط شويه سمنه على شويه زيت، وابدا ان انا احمر الممبار فيه. ما باخد يعني مش بحاول ان انا ما اديش الممبار لون غامق قوي، وكده كده بيطلع مقرمش زي الفل وتحفه جدا جدا جدا. اتمنى يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، وطريقه الممبار يكون حلو وسهل وبسيط بالنسبه لكم، واكون قدرت افيدكم واقول لكم كل التريكات بتاعته. وتقدروا تكونوا ان انتوا فهمتوا طريقة الحشو، وهتبقي استاذة بجد فيها، وهتبقي بيرفكت يعني، وهتبقي احسن واحدة ممكن تكون بتعمل ممبار في عيلتها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في الاشتراك يا حبايب قلبي. الاشتراك اهم حاجة، واللايك والكومنت الجميل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.